والسلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد وموضوع اللي هو جديد نيت، ماشي ما نقولوش هاد الخطره ماشي جديد. وقبل ما نبدا الموضوع ديالي غادي نقول تحيه لجميع القنوات، تحيه لجميع المتابعين اللي كيدخلوا عندي. شكرا لكم، شكرا لاي واحد تيدير لي ابوني وتابونا معايا وتيخلي لايك ديالو. تحيه لكم وتحيه لجميع القنوات سواء الصغيره ولا الكبيره. وتحيه للخزان، تحيه لذاك المفروح ديال الدكالي اللي راه دار الاعتذار وشي حاجه اللي برافو عليه مزيان. تحيه لاناس، تحيه سيمو الفرشه اللي صغرنا مع البارح حتى 7:30 الصباح ماشي مشكل. المهم تحيه الزروالي وتحيه للجميع، تحيه خالصه لكم كاملين. اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتحدثوا على الخطه الاخيره اللي دازها الزروالي من بعد ما وصل الهدف ديالو. الناس اللي تحاربوا معاه اللي هي طوطو والمجموعه ديالها اللي القلاليش راه هما كما قال الزروالي راه خلاهم مع الفرقه الوطنيه. وبالنسبه لطوطو راه هي هزه جلابتها الخزان، سالاهم ليها الخزان سالاهم ليها، واناس هربهم ليها بديك الاغنيه ولا تهزها ديك الجلابه. وراه كدور من المحمديه لكازا، هنا كازا محمديه كازا محمديه، هي الدوران ما بقى عندها لا شغل ولا مشغله لان القناه باي باي. وتحيه للخزان من هذا المنبر. الموضوع ديالي اللي هو الاصلي وهو اصل الزروالي، الاصل ديالو هو عودته لفعل الخير. هو دائما في الفعل الخير، انما هو صرح انه عاد من جديد والعود احمد، فمن عاد فالعود احمد. رجع وكما كتشوفوا راه الفيديو اللي حاط انه كاينين واحد البقعه ارضيه كبيره اللي توزع على الناس المحتاجين. الناس اللي محتاجين غادي ياخذوا حتى هما بقعه ارضيه وغادي يوزعها. وانا كنتمنى ان الخزان يكون من هاد الناس لانه يستاهل. الخزان يستاهل. ودخلوا عنده القناه الثانيه، راه دار القناه الثانيه اللي هي اسمها مول البراكه، تدخلوا عنده وتشتركوا معاه. بالنسبه لاناس، تحيه الاناس، اغنيه جميله. بالنسبه للزروالي فاش رجع هذا الرجعه اللي هي واعره ورجع للاصل ديالو، وتيقول لك الانسان ابن بيئته، إن كان دليلا على الخير فهو عدله، وإن كان طرفا آخر فهو مهتم بالشر ومحبوب بالشر وهو في الشر بخلقه، يعني من الخلق ديالو هو مشرار، راه سيعود إلى بيته وهذا هو بيته. وحنا كنعرفوا طوطو المشرارة عادت إلى بيتها والشر في الشر مسخوطات أمها. بالنسبه الحاجه تحياتي ليك الحاجه، انسانه يا عزيزه. انما الحاجه اليوم خرجت بواحد اللايف اللي هو شويه هكا كانت معصبه، ربما نقولوا حنا معصبه. و المهم خرجت بواحد العصبيه. الحاجه حاولي تجنبي الصداع لانك انت انسانه طيبه وانسانه مزيانه. ولا الشوم، تحيه لاله الشوم. لاله الشوم حتى هي اليوم بكات وبقيتي فينا امي الشوم، بقيتي فينا. والحاجه راه دازت في اللايف ديال الشوم فعلا، الحاجه دازت في اللايف ديال الشوم، وكان هذاك اللايف وتكلموا دواو مع الدكالي ودوات معاه دوات سميتها له الشوم اللي دوات اللي هو مع الدكالي، دوات معاه ماشي دوات معاه حتى هي تيهضروا قال لك زعما خصهم ما يديروش لهم هكاك، هما راه ما داروش هكاك، خصهم يدخلوا سوق راسهم بعيالات على شي اوديوات. هذوك الاوديوات اش من اوديوات تاع البارح هي هو علاش تبدو. ايوا هذا ما كان. بالنسبه للاوديوات اللي خرجوا البارح، هذاك الاوديو اللي خرج البارح راه دارته هي طوطو دارت واحد التسريب اللي هو قديم. هذه واحد المتابعه وفيه اللي كتتابع القنوات، كتتابعكم كاملين وكي دائما خلف الشاشه. الا نسيت شي حاجه كتعاود تفكرني لانني انا كنقول لها متبع وهي حتى هي متبعه. ما عليناش.
كما قلت لكم راه السبب هاد الفوضى اللي وقعات مؤخرا وسبب هاد المشاكل هي طوطو قالت انا مشيت اجي نخلق الفتنه ونمشي للواتساب ديالي ونهز دوك الاوديوات اللي هما قدام ونبدا ندير ليهم تسريب. وبما ان عندنا المفتش كولومبو اللي هو الدكالي المفتش كولومبو تيدي فرت لاعبين اللي على داك العقيل الصغور عنده وتيديروا ليه تيوصلوا ليه الاوديو عن طريق وحده اسمها ساره المشراره اللي كتحاول توصل ليه لي زوديو وهو كيعاود يورينا. وتنقول للسيمو الفرشه راه البارح هذاك الاوديو راه لا ربما انه قديم وهذه 80% انه راه قديم بلا ما نديرو على حتى شي حد وما نتخاصموا مع حتى شي حد وتبقى يد واحده واخوه واحده وانما حب واحد وطن واحد ابناء بلد واحد من اجل الخير ولا شيء غير ذلك. وبالنسبه ايها العدو ايها المشرار ايها ولد الحرام الدارجه ما عندك ما تصور الشيطان لعلك شيطان أخرس لأنك ما غادي تستفد خصوصا عندما يكون الشيطان في صفة أنثى ويكون في صفة ذكر، لكن هذه الصفة لهذا الشيطان فهو خارج البلاد والآن يتواجد بالمغرب حاليا من أجل زرع الفتنة بين الأحبة، لكن لن تفوز بهذا كن متأكد. الزروالي تحياتي لك. الخطوة الأخيرة خطوة الحب والمحبة والسلم والسلام، هذه خطوة اللي زوينة. العودة للأصل ومن أجل الأصل، العودة للأصل من أجل الأصل. تحياتي لك، تحية لجميع المشاهدين سواء داخل المغرب أو خارج المغرب اللي دائما متابعين على قناة ياسين تي في لايف. إن شاء الله الفيديو الجاي نتكلموا على شي حاجة اللي هي زوينة، نناقشوا شي موضوع اللي هو يكون فعلا زوين وما نلقاوش شي مشكل، لأن المفتنة راه عرفتوها شكون، واللي كتخلق المشاكل راه عرفتوها شكون. عمركي ما غتربحي، عمركي ما غادي توصلي. تحياتي لكم مشاهدي الكرام دائما على قناة ياسين تي في لايف، ومرحبا بكم في القناة. ما تنساوش تشتركوا معايا ونتلاقاو في فيديو جديد ودوزوا بخير. راح عليكم.